رمضان وسطه مغفرة. وصية اليوم 20: اسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا واسعا. فالعلم هو الخزانة التي لا يتسلل إليها اللصوص. والألف دينار في يد جاهل تصبح حفنة من تراب، لكن حفنة من تراب في يد متعلم قد تتحول إلى 1000 دينار وأكثر. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل من أصحابه: يا عميل العلم، خير من المال، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. العلم يحطم الغرور، والغرور هو قشرة الموز التي تتزحلق عليها وأنت تتسلق حبل النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.